ان شاء الله على طول يا ولد. الله يخرب بيتك، امشي يلا. احنا دلوقتي بقى فين؟ احنا في ميدان اوتومان. طبعا انا بهرج، احنا في اسكندريه، ودي العماره اللي اتصور فيها فيلم ابن القنصل، وكمان اتصور فيها مسلسل بيت الرفاعي بتاع امير كرارة. وده العمود الشهير اللي كان واقف عنده احمد السقا، وكان بينده على والده وكان بيقول له ان هو ما يرجعش الا لما يوصل لميدان اوتومان. ايه رايكم نطلع عشان نشوف المنظر من فوق السطح؟ يا جماعه رهيب. تعالوا نطلع عشان نتفرج. الله، ايه الجمال ده! مكانين كان ليهم دور البطولة في فيلم ابن القنصل. المكان الأولاني العمارة ديت والسطح الجميل اللي احنا واقفين عليه ده. اوعى تيجي من غير ما تلاقيهم، ما تقلقش. أول ما الاقي ميدان أوتومان هكلمك إن شاء الله على طول يا ولد. الله يخرب بيتك، امشي يلا. تمام. أما المكان التاني فهو المقابر. المقابر اللي كانت موجودة على البحر. منظر المقابر الموجودة على البحر كان منظر غريب، ودايما كان بيصير فضولي إن أنا عايز أوصل للمكان ده وأصوره. وبعد ما سألت ناس كتير جدا أخيرا وصلت المقابر، وهي مقابر أبو قير. بس للأسف الشديد لقيتها اتغيرت تماما. احنا دلوقتي في مقابر أبو قير. طبعا منظر مهيب جدا. إن المقابر ديت كانت موجودة في وقت من الأوقات من حوالي سنة أو من سنتين أو من 3 على البحر مباشرة. يعني مكان السور ده كان موجود البحر مباشرة. فهنا كان اتمثل فيلم أو فيلمين أو 3، ومعظم أعتقد الأفلام القديمة اللي كان بيظهر فيها مشاهد من المقابر على البحر اتمثلت هنا. في المكان دوت قالوا لي ان هو اتبنى زي مكان اوضتين او حاجه اللي ظهروا في فيلم ابن القنصل. وكان واضح فعلا، تحس ان هو مش حوش دفن، تحس ان هو حوش ايه عشان يتحط فيه كنز او يتحط فيه حاجه، اللي هو الذهب اللي كان موجود دوت. فالاحواش ديت او الاوض ديت اتبنت في المكان هنا، واتمثل فيها الفيلم الشهير بتاع احمد السقا. وهنا الصراحه تحس احساس جميل جدا، لاني عرفت منهم هنا اولا الدفن هنا على الطريقه الاسلاميه الصحيحه، ومفيش اسماء بتتكتب كتير. يعني لقيت فيه مكتوب ابي وامي. غير كده والاهم ده كله اني ان هو الدفن لو حد ما لهوش لو حد ما عندوش قبر، ما عندوش كفن، ما عندوش مغسل، ما عندوش اي حاجه، بيجي هنا والاهالي او الناس المنظمين هنا بيتكفلوا بكل حاجه. فربنا يا رب يعني يرحم امواتنا واموات المسلمين، وربنا يجازيكم كل خير على الثواب الكبير اللي انتوا بتعملوه. وزي ما بقول كل مرة، إني في الفترة الأخيرة ابتدى يظهر دور السينما وأهميتها في التوثيق، لأن هنلاقي المقابر ديت ظهرت وتوثقت في مشاهد في أفلام كتير جدا. احنا مع خيري ورشاد وبدوي. ده المدفن اللي المخرج كان فاتحه عشان ينزل فيه فريد شوقي. هنا في عمارة ليبون اتصور فيلم عروس النيل. احنا عند مدرسة عاشور الثانوية بنين. احنا دلوقتي بقى فين؟ احنا مع خيري ورشاد وبدوي. المكان ده اتصور فيه واحد من أجمل أفلام الزعيم عادل إمام، حنفي الأبهة. خليكم معايا عشان تعرفوا كل التفاصيل. هنا المكان اللي اتصور فيه فيلم حنفي الأبهة، وده بقى كان مدخل المدفن. بس الباب الحديد الأخضر ده ما كانش موجود، اللي كان موجود الباب الخشب ده بس. ومن هنا كان خيري ورشاد وبدوي بيجروا عشان يدخلوا جوه المكان اللي كانوا خاطفين فيه نهى العمروسي. وكان في حيطة هنا بس دلوقتي ما بقتش موجودة. وهنا بقى عند الحيطة الحجر دي العظماء خيري ورشاد وبدوي كانوا قاعدين قعدة فرفشة، وكانوا بيشربوا الجوزة بتاعتهم. ومن المكان ده عادل إمام كان بيجري، كان بيدور على فاروق الفيشاوي عشان ينقذه من العصابة. وده بقى الباب الداخلي للمدفن اللي كان خيري ورشاد وبدوي قاعدين فيه. عادل إمام في مرة اتسأل إيه أكتر حاجة أثرت فيك في مشوارك الفني؟ فرد ساعتها وقال إن أكتر حاجة أثرت فيه هو وفاة زميله مجدي وهبة.
لأنه كان تنبأ بوفاته، لأن في سيناريو الفيلم كان فيه مشهد ما بين عادل إمام ومجدي وهبة، وكان الزعيم بيلعب شخصية حنفي القبهة، وكان بيكلم زميله خيري واللي كان بيلعب دوره مجدي وهبة، وقال له أنت ميت ميت يا خيري، عشان يتفاجئ الكل بوفاة مجدي وهبة بعد تمثيله للمشهد ده بأسبوعين. وفاة مجدي وهبة أثرت في عادل إمام جدا، لأنه حس إن هو تنبأ بوفاته. مجدي وهبة توفى في 4 فبراير سنة 1990. احنا دلوقتي واقفين قدام عمارة ليبون، واحدة من أشهر عمارات القاهرة، وتحديدا حي الزمالك. عمارة ليبون عمارة المشاهير اللي سكن فيها مجموعة كبيرة من الفنانين، فاتن حمامة وليلى فوزي وسامية جمال ومحرم فؤاد ولبنى عبد العزيز وكمان شريهان. كمان اتصور فيها مجموعة من أشهر أفلام السينما المصرية. هنا في عمارة ليبون اتصور فيلم عروس النيل، واللي كان من بطولة رشدي أباظة ولبنى عبد العزيز وعبد المنعم إبراهيم. كمان هنا في العمارة اتصور فيلم بين السماء والأرض، واللي كان من بطولة هند رستم وعبد المنعم إبراهيم وعبد المنعم مدبولي ومحمود المنيجي وعبد السلام النابلسي. جزء كبير جدا من أحداث الفيلم اتصور هنا، ما عدا طبعا الجزء الخاص بالأسانسير واللي كان ديكور. كمان هنا في العمارة اتصور الفيلم الجميل رجل فقد عقله، بطولة الفنان الكبير فريد شوقي والفنانة الجميلة كريمة مختار. عمارة ليبون ليها حكاية جميلة، لأنها كانت ملك الخواجة تشارلز ليبون، اللي محمد علي باشا سمح له إنه يجي مصر ويستثمر فيها وياخد توكيل إنارة شوارع اسكندرية، وبعد كده ياخد توكيل إنارة شوارع القاهرة، وبعد كده قرر إن هو يجي يشتري العمارة الجميلة دي واتسمت باسمه عمارة ليبون. وبعد كده في الستينات العمارة اتأممت وبقت ملك الحكومة المصرية. عمارة ليبون عبارة عن 14 دور، واتبنت على مساحة 1500 متر، وفيها أكتر من 100 شقة. احنا دلوقتي بقى فين؟ احنا في المكان اللي اتصور فيه فيلم للفقيد الرحمة للفنان الكبير فريد شوقي. ومن حسن الحظ ان انا من كام يوم كنت بكلم بنته الفنانة الجميلة رانيا فريد شوقي، وقالت لي ان هو رفض ان هو ينزل القبر. المخرج طلب منه ان هو ينزل القبر عشان التصوير، وفريد شوقي خاف ان هو ينزل. عايز اقول لكم بقى ان الفيلم ده اتصور هنا، وبالتحديد بقى ده المدفن اللي المخرج كان فاتحه عشان ينزل فيه فريد شوقي. وطبعا المدفن ده كان فاضي، كان معمول مخصوص عشان خاطر الفيلم، بس فريد شوقي رفض ان هو ينزل، واضطر المخرج ان هو يبني مدفن تاني ديكور عشان يكملوا تصوير الفيلم. عم ابراهيم ممكن تحكي لنا الحكايه؟ هم كانوا بيدوروا على مقبره لسه جديده ما حدش اتدفن فيها او نزل فيها، على اساس كانوا بيصوروا فيلم للفقيد الرحمه، وكان هينزل فيها الفنان الكبير فريد شوقي، وكانت دي معموله ولسه مفتوحه، كانت لسه جديده فاضيه خالص ما فيهاش حد. ما فيهاش حد. فقعد المخرج وقال تمام هنا وكده، وجم هم في التصوير الفنان فريد شوقي خاف ينزل ومرضيش ينزل، فقال له خلاص هناخد من بره كده الشوت من على وكملوا التصوير بتاعهم. يعني هو قبل التصوير قعد نزل شاف المكان وتمام مفيش مشكله، وقال ان هو هينزل يصور. تمام. وبعد كده وقت التصوير نفسه خاف. صوروا هنا، كانوا قاعدين على كنب هنا كده وخدوا شوت هنا، وبعد كده جريوا على بره. حضرتك بتقولي الكنب كان هنا؟ كل الشباك ده والشباك ده كان فيه كنبه هنا وكنبه هنا ده طلع في الفيلم؟ في الفيلم والشباك اللي كان قال فعلا كده، قال لا ابنوه ديكور، قال له لا مش هنزل ابنيها، انا مش هنزل القبر غير مره واحده اللي هي يعني الخاتمه. احنا دلوقتي بقى فين؟ احنا عند مدرسة عاشور الثانوية بنين، مع ابو صلاح ابن الناظر ومع ميسن شراح ومع عاطف وكمال الليمبي. واحد من اجمل الافلام اللي اتصورت هنا في القصر ده فيلم الناظر. خليكم معايا عشان تعرفوا الحكاية.
لما اتعرض فيلم الناظر في سنة 2000 حقق نجاح كبير جدا. مجموعة من النجوم الشباب الجمال ومعاهم الفنان الجميل علاء ولي الدين كانوا عاملين حالة مختلفة، عشان كده جيل كامل اتعلق بفيلم الناظر. تعالوا النهاردة نفتكر سوا أجمل ذكرياتنا مع صلاح ابن الناظر. فيلم الناظر اتصور هنا في فيلا علي باشا إبراهيم، وعلى السور دوت اتعلقت يافطة مدارس عاشور التعليمية. وهنا بقى حوش المدرسة والطلبة كانوا واقفين في المكان ده، وكان واقف صلاح الدين عاشور ناظر المدرسة وكان بيقول أنا زي بابا بالظبط، في الشدة شديد وفي القوة قوي قوي قوي. فيلم الناظر اتصور في الفيلا هنا من الداخل ومن الخارج، وفي المشهد دوت هنلاقي التلاميذ طالعين على السلم بعد تحية العلم. أما بقى في الدور التاني فهتلاقي مكتب الناظر، وهنا بقى الناظر عاشور كان بيزعق للأستاذ حسين مدرس العلوم. وفي المكتب هنا صلاح ابن الناظر وكان معاه عاطف بيتعرفوا على المدرسين الموجودين في المدرسة. وهنا بقى كان قاعد الأستاذ زكريا الدوديري بيتشمس مدرس رياضيات وفرنساوي عبال ما يجيبوا مدرس فرنساوي. وهنا كانت واقفة ميس انشراح مدرسة إنجليزي بتاعت ابتدائي. وفي المكان دوت كانت المدرسة وفاء حسن مدرسة التربية الموسيقية بتتمشى مع الأستاذ حسين مدرس العلوم. وهنا كان صلاح الدين عاشور كان واقف وكان بيكلم التلاميذ أنا ناظر المدرسة وكلامي هو اللي يمشي، ومن دلوقتي مفيش سلك على السور. فيلم الناظر بقى كان إنتاج سنة 2000، وفي البداية كان اسمه الناظر صلاح الدين، وبعد كده الرقابة اعترضت على الاسم ده عشان كده اتغير اسمه للناظر. يا ريت كلنا ندعي بالرحمة والمغفرة لعلاء ولي الدين والحسن حسني وهشام سليم ويوسف عيد وميس انشراح. كده بقى خلاص عرفنا ان فيلم الناظر اتصور في فيلا علي باشا إبراهيم، بس بقى مش هينفع نقفل الفيديو الا لما نتعرف عليه وكمان نتعرف على قصة والدته. فيلا علي باشا إبراهيم هي الفيلا رقم 2 في شارع خليل أغا في جاردن سيتي، بناها المهندس أوسكار هورتز سنة 1880. مين بقى علي باشا إبراهيم؟ خد يا سيدي بقى عندك، علي باشا إبراهيم جراح مصري وأول عميد لكلية طب قصر عيني، وكمان كان أول نقيب للأطباء في مصر. كمان علي باشا إبراهيم يعتبر من أوائل الجراحين المصريين، وكان وزير صحة من 28 يونيو سنة 1940 ل 30 يوليو سنة 1941. علي باشا إبراهيم كان فيه خطوة كبيرة جدا في مسيرته الطبية، ده بقى لما عالج السلطان حسين كامل من مرض صعب، وساعتها عمل له عملية جراحية ناجحة. تخيلوا بقى لو كانت العملية ديت ما نجحتش كان هيحصل له ايه. اما بقى الست مبروكة والدة علي باشا إبراهيم كان ليها قصة كبيرة مع الكفاح، لانها هي اللي وصلت ابنها للمكانة الكبيرة اللي وصل لها دي، ده على الرغم من ظروفها الصعبة اللي مرت بيها. بس الست مبروكة كان عندها حلم، ده لما قررت انها توصل ابنها علي باشا لحاجة كبيرة. عشان كده الست مبروكة والدة علي باشا تعتبر رمز للكفاح. يا ريت بقى لو عجبتكم الحلقة توصلوها لأكبر عدد من اللايكات، ولو عايزين نكمل سلسلة الأماكن اللي اتصورت فيها الأفلام يا ريت تكتبولي تحت في الكومنتات، واكتبولي الحلقة الجاية عايزينها عن فيلم ايه. مستني إجاباتكم تحت. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.